فكرة أول جبل تطلعي جت منين؟ اكتر لحظه رعب في حياتي. في ناس كتير بتعدي باللي انت بتعدي بيه. قبل القمه على طول هتشوفي جثث. قوة ذهنية وقوة بدنية. طب ده مين كان عايز ينزل يحكي للناس ايه وايه قصته؟ 42 كيلو في درجة حرارة -20. الرياضه ادتني حياتي. زوج يجيلي عشان أبقى كاملة وأنا مش ناقصة من غير زوج. بس يا حرام ما اتجوزتش. عرفت أنجز أكبر إنجازات. الموضوع انا مش عارفه اتحرك من البيت. علب الستات بتتحط فيها أفتكر في كل حتة في العالم. محجبه مسلمه عربيه عايزه تبقى زيه ازاي؟ يمكن أنا مش كويسة كفاية. انت عايزه ولا مش عايزه؟ ربنا اداني فرصة. هتموتي اند سبوت. هي حاجة حلوة قوي، الحب والدعم وإنه يبقوا هم فخورين بيكي. من لحظة ما بنتولد وعلى طول كده كأن اتحدد إحنا مفروض نكون بنحب إيه وبنعمل إيه. البنات لازم نجيب لها لبس بامبا من لحظة الولادة، والولاد بنجيب لهم لبس أزرق. نكبر شوية على سن 2-3 كده وتبتدي كل الهدايا اللي تجيلنا برضو على حسب. لو أنا بنت بيجيلي عرايس، بيجيلي مطبخ. يعني خلاص أنا بقيت كونديشن كأن أنا لازم أطلع أم ولازم أطلع ست بيت. ولو ولد لازم يلعب بالعربيات وما ينفعش نبدل. يعني لو البنت مسكت العربية يبقى في حاجة غلط، ولو ولد مسك العروسة تبقى مصيبة. وقلنا الكلام ده قبل كده. طب ما خلاص احنا كده تحدد لنا تقريبا كده مصير. نكبر شوية كمان وتبتدي الاكسبكتيشنز أو توقعات من المجتمع بتكبر. البنت من أوائل 20 وتبتدي كده يتحط عليها ستريس إنها لازم تتجوز عشان لازم تخلف، ولما تتجوز وتخلف الستريس بيفضل مستمر. ولو حد كده حاول يفلت من الموضوع ده بيبصله بصة غريبة شوية. والنهاردة هتكلم مع شخصية من أكتر الناس اللي عملت اللي هي عايزاه واللي هي بتحبه، واعتبرت إن دي حاجة بتكملها وده اللي بيحدد هويتها، احتياجاتها هي مش احتياجات اللي حواليها. منال رستم، دينا ازيك؟ ثانك يو سو ماتش. عامله ايه؟ كويسة. أولاً عايزاكي قبل بقى نبتدي في البيئة والنشأة وكبرتي ازاي، عايزاكي تعرفي نفسك للناس. أكبر إنجازاتك اللي انتي حساها أكبر إنجازاتك. اولا ثانك يو سو ماتش على الفرصه دي ان انا اقابلك اول حاجه وان انا اكون في البودكاست بتاعك. شكرا جدا بجد. بصي انا اول حاجه طبعا بقول ان انا مصريه. الانجاز اللي ناس كتير عرفوني منه ان انا مؤسسه صفحه Surviving حجاب. دي كانت بالتالي اشهر حاجه يعني شهرتني من 2014. ومؤخرا ان انا اول مصريه تتسلق جبل ايفرست وترفع علم مصر على اعلى قمه في العالم. إنجاز مرعب. فده انجاز كمان كان بالنسبه لي، كان بحلم بيه 15 سنه. بس يعني دي بالتالي الحاجتين اكتر حاجتين. وطبعا ان انا كنت الوجه الاعلاني لشركه نايكي يعني بقالي تقريبا 10 سنين برضو. احكي لي بقى على طفولتك. منال رستم البنت الصغيرة من اسكندرية. بصي انا اتولدت وعشت طول عمري في الكويت. بس طبعا كنا بننزل على طول في يعني اجازة الصيف وكده في اسكندرية. بتهيألي اللي هو love for adventure ده كان حاجة عندي من زمان، عارفة؟ حب المغامرات. بالظبط. اوكي مثلا يعني كان عندي على طول سكيتنج مثلا او اللي هو الباتيناج، بايسكل على طول. فاهمة سبورتس دي يعني الرياضة دي كانت بتهيألي أهم حاجة في حياتي حتى وأنا في المدرسة. بس مامتك وباباكي كانوا بيشجعوا ده؟ بابايا جدا. مامتي يعني عادي اللي هو عادي، بس بابايا اكتر حاجه. يعني بابايا هو اللي علمني اركب بسكليتة ازاي مثلا وانا كان عندي 7 أو 8 سنين. بعدين هو اللي جاب لي الباتيناج مثلا، اللي هو لا انزلي كده عندنا تحت كده، عارفه بيبقى زي كومباوندز وبتقعدي يعني فاهمه. وانا اللي علمت الناس مثلا جيراننا في العماره ان هم ينزلوا يلعبوا بالباتيناج معايا. حتى في واحده صاحبتي هي تركيه بتفتكر بتقولي انت على فكره اللي علمتيني ازاي يعني اعمل باتيناج وكده اللي هو السكيتنج. بس بحب البحر، بحب جدا يعني بحب الطبيعة. فحاسة انه شخصيتي ما اختلفتش. يعني في ناس هي ما تعرفنيش قوي على طول مثلا تحس لو طب انتي طول عمرك رياضية. لا انا طول عمري رياضية، طول عمري بحب رياضة، طول عمري بحب ابقى اوت دورز، اللي هو الحاجات اللي هي تبقي بره بتستمتعي فيها
كده يعني بره، فاهمه؟ مش في البيت. فكبرتي بتحبي الرياضة مهم. وأهلك كانوا سبورتيف للموضوع مهم. ده. مهم. هل حصل ضغط أول ما تبتدي دخلتي في العشرينات كده، اتجوزي طب ما تتجوزيش، لا ما تبقيش طنبوي قوي، طب خففي رياضة شوية، ركزي في حتة الجواز بصي زي هو كل العائلات المصرية؟ صح. بصي هو لما انت بتدخلي في العشرينات، صحابك بقى بيبتدوا يتخطبوا كده، فبيحس ان ايه، كنت حاسه ان بدأ في ستريس كده عندي في البيت، ان هي ايه ده، طب ما هم صحابها عمالين بيتخطبوا، كان مثلا 22 23 24 25، كل ده ما كانش فيه اي حاجه. وبعدين مثلا كنت ساعات اسمع مثلا اللي هو ايه ده صحابها كلهم بدأوا يتخطبوا، في اللي هو طب صوت يعني، فاهمه؟ فانا بدأ يجي لي ستريس، انه ان عارفه الكلوك ستيكينج، اللي هو بقى طبعا. الساعه بتجري. و25 سنه بعدين اتخطبت وانا عندي 25 سنه. اللي كان حد زميلي، انا صيدلانيه، اوكي، يعني انا بعد الكويت رحت دخلت جامعه اسكندريه، كليه صيدله، وخلصت. بعدين قلت هعمل ماسترز، فانا قررت ان انا هقعد في مصر يعني لغايه ما اخلص ماسترز. كنت شغاله في مستشفى، بعدين قابلت اللي هو الاكس الشخص اللي خطيبي ده. اتخطبتي. وبقى ان هو كان لاف ستوري بقى وخلاص، فاهمه؟ اللي هو قصه حب يعني. فخلاص بقى قلت هيرتاحوا. اوكي، طبعا كان في شويه كده معارضه منهم من ناحيه ان هو كان كنترولينج. طب ما اللي هو طب ما انتوا عايزين ايه؟ مش انتوا كنتوا عايزين تتخانقوا؟ كنت فاكره دي حاجه هتبسطكم. لا بس هو بيتحكم فيكي. بعدين بدأ الموضوع يضايقني، ان هو فعلا كان بيتحكم التحكم فعلا. الزياده ده بدأ بجد يعمل لي يعني تروما، اللي هو ما بقتش عارفه اخرج من البيت اصلا، ان هو ما تكلميش، ما تعمليش، ما تنزليش، اللي هو لا هو كده مش هيبقى في بس حياه. أنا اوريدي منبهرة بأهلك إن هم ما قالولكيش معلش واستحملي وراجل كويس، ده برضو لا بيحصل خالص. كتير. لا انا بابايا كان نو واي. انا بنتي اللي مصرف عليها مش عارفه ايه ومعلمها في مدارس بريتش، واحد هيجي. بس انا كنت حاسه، انا في الاول كنت بقعد اتخانق مع بابايا، اللي هو انت بتغير منه ولا انت فعلا خايف عليا؟ بعدين eventually I realized فهمتي إن هو فعلا خايف عليك. ان هو فعلا عرفت ان ده الموضوع رايح سواد. يعني هو لو هتجوز I will not last، لان انا ماشي اوكي، انت بتضحكي على نفسك مثلا اول شهر شهرين، بتبقي فرحانه بفكره ان واحد الله كيوت قوي وبتحبي وغيران عليكي وايه ده كيوت وبقى معاكي بارتنر، بس الموضوع لا، الموضوع انا مش عارفه اتحرك من البيت. فخدتي قرار انك تسيبيه، وخدتي قرار انك تسيبي صيدله؟ لا انا قررت بقى ان انا هسيبه. وبعدين قلت خلاص هطفش من البلد بقى، خلاص انا ما كنتش بقى عارفه، بيجيلك بقى اللي هو الاكتئاب بعد بقى ما انت ما بتفركشي وكده. وكان عندي بقى 26، كنت لسه مخلصه الماجستير، كنت عملت ماجستير في صيدله اكلينيكيه. وقلت خلاص هروح ارجع الكويت، لان بابايا كان لسه قاعد هناك، لان الكويت انت عارفه بتكبري فيها، فبتحسي انه صحابك بتوع المدرسه هناك، فبتفضل في كده بيتك التاني. ايوه بالظبط. رجعت الكويت في 2006، وبعدين قررت بقى ان انا هشتغل، عارفه اللي هو حلم الاندبندنت وومن ده ومش عارفه ايه وبتاع. بس والوقت بقى بيجري، عارفه في الغربه زي ما بيقولوا، سنه بتجر سنه وسنه بتجر سنه. بالظبط. بعدين اتنقلت مع الوظيفه بتاعتي مع شركه الادويه بتاعتي، نقلت دبي. كانت assignment، يعني كان زي كده حاجه لمده 3 شهور، وبعدين زودوها 6 شهور. وبعدين من ساعتها بقى وانا قاعده. انا سبت صيدله في 2016 لما شركتي مشتني عشان كانوا هما going through redundancy. بس انا عمري ما سبت صيدله by choice. يعني هو الناس دايما بتفتكر ان انت اخترتي الرياضه. لا، انا كنت بجانب الصيدله، لان انت لما اوكي انت مش متجوزه وما عندكيش اطفال، اوكي صحابي المتجوزين عندهم مثلا after school activities، هتروح تودي بنتها باليه، انا عندي وقت. انا عندي وقت، فانا كنت بحط وقتي كله اروح اتمرن. ايه اللي خلاكي تبتدي تبصي للرياضه على انها دي became an athlete، يعني دي profession؟ بصي في 2014 اوكي، لما انا عملت موضوع surviving حجاب ده، انا كنت هقلع الحجاب، اوكي، فعملت زي كوميونتي بحيث ان احنا طب تعالي ناخد خطوه ورا. اوكي، كنت هتقلعي الحجاب ليه؟ انا اتحجبت في 2001، اوكي، بعد حادثه انا عملتها. يعني الحادثه دي كان ممكن انا يحصل لي حاجه، وانا كنت مبدله يعني الاماكن مع قريبي، وهو للاسف يعني جاله زي شلل كده في لحظتها، وبعدين توفى بعدها ب3 شهور. فانت بتقعدي كده حاسه انه ربنا اداني فرصه في الحياه تاني. ومش بس فرصه حياه، لا انت ممكن كمان كنت تعيشي بس باصابه،
إصابة تمنعك عن الرياضة. أنا الرياضة دي بقول لك حياتي، يعني اللي هو بحر وجري وركوب عجل، يعني اللي هو ما كنتش أقدر يعني أتخيل أتخيل حياتي بدون رياضة ever. so حسيت إنه الحجاب كده يعني إيه، كان زي حل واقعي شوية، إنه إن أنت عايزة تعملي حاجة كبيرة قوي تقولي لربنا. ربنا شكرا يعني. طبعا بابايا كان معارض جدا، عارفه اللي هو stereotyping. هو بابايا كان اياميها وكان شايفك لسه صغيرة ويمكن مظبوط. تيجي في مرحلة تانية. مامتي تقولي طب استني لغايه ما تتجوزي، مع ان انا برضو لسه مش عارفه يعني ايه علاقه ده بده، فاهمه؟ بس اللي هو دي حاجه على طول بتتقال، عارفه اللي هو انت جمالك هينزل، فانت كده محدش هيشوفك، فخلاص فاهمه. بس فالمهم 13 سنه بعد لما اتحجبت حسيت انه لما نقلت دبي كوزموبوليتان جدا، منفتحه جدا، اوكي، فيها ناس من كل انحاء العالم. بتحسي ان انت بتباني ان انت يعني عربيه مختلفة سنة. مش الاجانب هم اللي بيبانوا مختلفين، احنا اللي بنبان مختلفين، بالظبط. او انا كست محجبة اللي باينة مختلفة، فاهمه ازاي؟ فحسيت انه خلاص بقى 13 سنه وانا اوريدي كان في حاجات كتير قوي بعملها غلط. انا حاسه بلبس ضيق قوي في الجيم، فاهمه ازاي؟ فقلت خلاص يعني، وصحابي كلهم بيقلعوا الحجاب. فاكره كان في كده، كان في فترة كده موضوع قلع الحجاب ده بقى، شفتي مين ودي قلعت الحجاب، فاهمه؟ فالموضوع بقى كتير. فقررت ان انا هعمل المجموعه دي، بس ان انا يعني كده ادخل نحكي كده ونشوف انه ايه اللي ممكن نوصل له يعني، فاهمه ازاي؟ كأنه ببني كوميونيتي، عايزه اخد رأي الناس اللي اللي في وضعي، الناس اللي زي اللي محجبات برضو، انتوا حاسين بايه؟ عايزين تشيلوا مش عايزين تشيلوا افكارهم؟ ده الاحساس. انا طلعت اقول يا جماعه انا مش حابه شكلي بالحجاب ومش بحبه معظم الوقت، سواريه شكلي مش حلو، حاسه الناس بيبصوا لك بصه مختلفه، منع المحجبات في مناطق كتير، ومش بس في بره، مطاعم او غيره مطاعم او كده، اوكي يقول لك ممنوع من دخول محجبات. اللي هو طب انت مالك؟ انا واحده كبيره، انا اللي حدد اذا كنت انا ممكن اتواجد في وجود الكحول او لا، فاهمه؟ اللي يقول لك لا ما ينفعش ندخل محجبات عشان في مشروبات جوه. طب ما انا واحده كبيره، انا اللي هاخد الحساب مش انت، فاهمه؟ صح. فبتحس ان انت كده في ضغوطات، اوكي. فالجروب كبر جدا، اوكي، من 70 بنت انا حطاهم، يعني مثلا بنت خالتي على بنت عمي على وهو يجيب صحابهم، الجروب انفجر ب40,000 في شهرين. يعني أغسطس 2014 كنا 70، في نوفمبر 2014 بقينا 40,000. عشان يقولك ده the struggle is real يعني. يعني في ناس كتير بتعدي باللي انت بتعدي بيه 100%. اوكي، بدأ بقى ايه القنوات روتانا مش عارفة خليجية يكلموني عايزين يشوفوا مين الليدر اللي هي عملت عليه كم نفر الجروب؟ دلوقتي بقينا 1,000,000 وشوية، women only. it's not a page، يعني مش ان انت بتعملي لايك على البيج، هو مجموعة بس للبنات، ومش لازم تكوني يعني محجبة، أو مش لازم تكوني مسلمة. في أجانب كتير عليه على فكرة، عايزين بس يفهموا، عايزين يعني يعرفوا إيه اللي بيحصل، فاهم قصدي؟ على فكرة هي فكرة هايلة، لأن بدل ما عايشين بنحكم على بعض، المحجبة بتحكم على الغير محجبة والغير محجبة بتحكم على المحجبة، وليه مش كلنا مبسوطين لبعض إن إحنا مرتاحين؟ بالظبط. يعني أنا ليه ما بقاش مبسوطة لك إنك زي القمر ولابسه حلو وشكلك حلو وبتلعبي رياضه ومش موقفك من حاجه، وابقى ما بحكمش عليكي وانتي تبقي مبسوطه لي ان انا مرتاحه مع نفسي برضه. بالظبط. فالجروب ده عمل لي اكسبوجر رهيب. بعدين جاء في مخي وانا بكلم حد من صحابي ان احنا نبعت ايميل لنايكي، اوكي، نقول لهم انه على اساس ان انا بقى رياضيه، انا جايه من الباك جراوند ده، نفسي اشوف موديل محجبه بتظهر في اعلانات. احنا لغايه 2015 ما كنتيش عمرك بتشوفي موديل محجبه، اوكي. احنا بنسميها الانكونشس بايس بالانجليزي، اللي هو معنى ايه؟ ان انت مثلا لما انا اقول لك CEO، لما انا اقول لك CEO اول حاجه هتيجي في مخك راجل 100%، اوكي. او مثلا اقول لك مدرسه او دكتور تيتشر او دكتور، فانت على طول راجل. في نفس الحاجه واحده ماونتينير او ماونتن كلايمر، اوكي، راجل. عمرك ما هتتخيلي ان واحده محجبه بتتسلق جبل، راجل. مظبوط. انا بعت يعني I hustled، وكلمت واحده صاحبتي عارفه ان هي كانت بتشتغل مع نايكي، قلت لها عايزه بس ايميل ادرس، فادتني ايميل ادرس على واحد اسمه توم وولف، كان هو الهيد اوف كوتشز في نايكي ميدل ايست من في 2014. بعت ايميل وحطيت صوري وحطيت له اللينك للجروب، وقلت له ان there's a market gap، يعني في ناس في محجبات كتير وعايزين يشوفوا موديل لنايكي محجب. بالظبط. بس قبل الحته دي معلش مش قصدي اقطعك، بس ازاي الجروب ده هو اللي خلاكي ترجعي في رايك؟ عشان نقفل الحته دي، ازاي الجروب ده خلاكي ترجعي في رايك؟
حسيت ان انا مش لوحدي، انه لما انا مثلا بقول لهم ان انا كل يوم بقوم من النوم ابص على نفسي في المرايه وعايزه اقلع الحجاب، لقيت ان في مثلا كتير من جدا 40,000 دول مثلا 35,000 واحده عندها نفس الشعور. الناس بتفتكر ان المحجبه دي فرحانه بنفسها، ماشي. احنا مش بنتكلم على الناس اللي هي بيتفرض عليهم الحجاب. خلي بالك انا جايه من باك جراوند بابايا ما كانش اصلا موافق على موضوع الحجاب ده. يقول لي احنا بنروح نصيف واحنا بنسافر واصحابك اجانب وانت بتلعبي رياضه، مش لايق على اللايف ستايل بتاعك خالص. فانا قلت له طب ماشي اوكي، بس هو في النهايه ده عندنا احنا في الدين يعني، فاهمه؟ هو المفروض ان ماشي اوكي، معروف ان هو ما ينفعش يتفرض على الواحده، بس انه لو هي عايزه تعمله عن اقتناع تعمله. فهو قال لي طب اتس وان واي تيكت، يعني هو بيهددني، فاهمه؟ لو عملتيه ما تقلعيهوش. بالظبط. هو قال لي يعني هو لا، لو هتعمليه ما ينفعش ترجعي لي بعدها بشهرين. وخلي بالك من حاجه، انا كان عندي 21 سنه، انا فاكره كويس قوي يوم لما اتحجبت في المول على فكره. اوكي يعني رحت بس كده ادفنتشر برضو، فاهمه؟ بعدها باسبوع قلت ايه ده، انا ايه اللي انا عملته ده؟ فاهمه اللي هو انا معقول انا هعيش كده طول عمري؟ بس بعدين سبحان الله يعني بتلاقي بقى بنات بتعمل زيك وكده، فاهمه ازاي؟ بس فهو سرفايفنج حجاب بقينا زي فاميلي، بنات ما اعرفهاش، كوميونيتي، وتحسي ان في حد زي السبب اللي احنا عملنا البودكاست ده عشان بالظبط عشان كده، عشان نخلق الكوميونيتي ده، عشان الستات تعرف ان مهما في حاجه تعباها او بتعدي بحاجه انت مش لوحدك. كلنا بنعدي بده وبنتناقش فيه، كلنا حسينا بده قبل كده ونحاول نساعد بعض. طب كملي لي على نايكي. فتح الايميل ورد عليا، وبعدها بشهرين بقيت انا اول محجبه تظهر في اعلان في نايكي. وطبعا الموضوع ده بقى انا كنت لسه في صيدله، خلي بالك كنت لسه بشتغل في شركه ادويه. سوري بقى بقت في مولز في دبي في الكويت، لان هو في الخليج كلهم تشين مع بعض. فالموضوع ده بقى يعمل لي اكسبوجر، وكل شويه حد عايز يعمل معايا لقاء في التلفزيون، وانا نوت ميديا تريند، يعني انت مش متدربه ان انت تطلعي تتكلمي في التلفزيون، فاهمه؟ فكل ما اطلع اتكلم في التلفزيون بحس ان انا هموت يا جماعه، مش الموضوع صعب جدا. اما انا حاسه بيكي، لان انا برضو مش ميديا تريند ومش متدربه خالص، وقاعده بعمل لك انترفيو. لا بس انت اميزنج، انت اميزنج. الموضوع مش سهل ابدا. لا بس انت اميزنج. لا وبعدين خلي بالك ده لايف، يعني كنا بطلع لايف وعايزيني اتكلم وكاني ليدر. بس فبدأ بقى فيسبوك يتيك نوت اوف اس على اساس ان احنا قاعدين بتكبروا، قاعدين مش بس بنكبر، احنا نعتبر حاجتين: اكبر جروب محجبات في العالم على فيسبوك، اوكي اوكي، وتاني حاجه ده في حد ذاته انجاز طبعا. تاني حاجه بقى اللي هي the biggest achievement، احنا تاني اكبر جروب مغلق على الفيسبوك في العالم. يعني انا مستخدمت منتج من عندهم اللي هو الفيسبوك، لان انت متى عندهم مثلا انستغرام فيسبوك، فاهمه؟ فانا استخدمت برودكت ان انا اعمل موفمنت، فهمتي؟ فلقيتهم بيتواصلوا معايا ان هم عايزيني اروح اتكلم قدام 5000 واحد في سان فرانسيسكو، اللي هو لا يا جماعه ده الموضوع بقى وسع كده، عارفه؟ بس بصي انا اتعلمت ان انا كان قصدي ادردش exactly. ستات بندردش عشان انا بفكر اقلع الحجاب ولا 100%، فاهمه؟ فانت لقيتي لا. وبعدين فمين وايل الجروب عمال بيكبر، وهو بتاخدي يعني بقى عندك 500,000 بنت من جميع انحاء العالم they share a view، يعني هم حاجه يعني how do you call it، ان حاجه واحده بس هي اللي بتربطهم كلها ببعض. اوكي. وبعدين ناس يدخلوا يقولوا ايه الاسم ده، احنا على فكره سرفايفنج ده هو مش مرض، على فكره هو احنا مش بنقول ان هو مرض، بس انه هو صعب. لما انت تتمنعي من ان انت تشتري شاليه في ساحل الشمالي عشان محجبه، يبقى انت you're surviving حجاب. لا وتخيلي لما انت بتتمنعي من ده في بلد مش فاهمه، هي بلد عربي وبلد مسلمه. تخيلي بقى انت بتقولي الجروب ده عليه ناس من بلاد كتيره، دول they survive more، دول عايشين في بلاد منفتحة أكتر من بلادنا بكتير، وبيتبصلهم فعلا على إن في حاجة مختلفة. فأظن أنت مش بس ساعدتي روحك، أنت ساعدتي ستات كتيرة في مصر، وساعدتي ستات أكتر برا مصر. الحمد لله. احنا كلنا بنساعد بعض. هو مش أنا دايما بقول إن هي دي يعني في ميزان حسناتنا كلنا، فاهمة قصدي؟ يعني هو كانت spark of an idea جات لي، وبعدين كل البنات دي ليهم رول، أنا مش بس لوحدي دلوقتي. بس فأنا حسيت إنه لازم يكون عندي زي كده dreams and goals ولازم أحققها، وكل ده وأنا كنت بعمل صيدلة في نفس الوقت. لغاية بقى ما زي ما تقولي إيه، بديت أكون كده شوية مش مركزة في الشغل بصراحة، أوكي؟ أو هم ما استحملوش إن أنا عندهم public figure في الشركة، فاهمة؟ ودي نقطة أنا عايزة أتكلم فيها مهمة جدا، أوكي؟
لو انا كنت واحد راجل وبعمل الحاجات دي ما كانش عمره هيقولك ده بص ده مش مركز في الشغل، هيقولك لا برافو ده بيعمل فاتح كذا بيت وكذا وكذا، ده فاتح بيت وبيلعب رياضة وايرون مان. لكن لو بنت بتعمل نفس الحاجة دي مش مركزة في شغلها. فعلا حسيتي انا الإحساس الحاجه ده. دي بجد هي اكتر حاجه مضايقاني من ان انا فقدت وظيفتي في صيدله. انا عمري ما قدمت استقالتي، بالعكس يعني كان الموضوع سكيور بشكل ان انا كنت ميديكال ساينس ليزون للخليج كله، فاهمه ان انا ماسكه قسم يعني الميديكال انفورميشن بتاع الخليج. يعني بتحسي ان نجاحك وشهرتك ممكن يكون وقف في طريق حياتك العمليه؟ 100%. انا حاسه ان انا لو كنت اجنبيه او لو كنت راجل ما كانش هم هندلوا الموضوع بشكل هم هندلوه معايا انا كواحده شكلها عربي لكن مش بتتعامل كانها واحده عربيه، او she doesn't sound Arab. على طول يقولك you're Arab but you don't look Arab, you don't sound ما شكلكيش او ما بتتكلميش كواحده عربيه. inside the box اللي انت عملتها في مخك ليا، يعني انت حطيتني في علبه جوه دماغك وانت عايزني افضل فيها. ما احنا عايشين زي ما انا ابتديت في الانترو، احنا عايشين في علب من اول ما بنتولد. علبه بالزبط. البنت اللي لازم تتصرف بطريقه معينه وتتكلم بطريقه معينه، ودايما بنسمعها. ما احنا بنسمع على طول يقولك يعني ما تكونيش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، صوتك ما يبقاش عالي قوي ولا تبقي بتكسفي قوي، يعني كوني قالوها في الباربي، فيلم الباربي. ما شفتوش، هبعتلك انا محتاجه اشوفها بس احنا سمعناها كتير. هو yes. فعلا بتبقي طب انتوا عايزين يبقى ايه بالظبط؟ exactly. انتوا عايزين ايه من الست؟ كوني بتشتغلي بس يعني ما تخليش شخصيتك جامده قوي عشان بس ما يفتكروكيش. طيب لازم يبقى شكلك حلو بس يعني ما تضيعيش وقت كتير، مش اوفر قوي، عشان اللي هو طب طويله قصيره تخينه رفيعه، اشتغل ما بشتغلش، علب الستات بتتحط فيها. افتكر في كل حته في العالم ضغط رهيب. فكره اول جبل تطلعي جت منين؟ يعني ايه الانسبيريشن؟ ايه اللي جاب لك الفكره دي اصلا؟ يعني بنت 2007 اوكي كان عمر سمرة طلع ايفرست اوكي، وكانت منى الشاذلي مستضيفاه، وبالصدفه بابايا قال لي تعالي اتفرجي ايه ده، شوفي الانجاز ده، دي حاجه اكيد هتبسطك قوي. فانا بتفرج انا انبهرت ان هو فكره ايفرست واحد عربي، فانا رحت قايله لبابايا ايه ده، انا نفسي اعمل كده في يوم من الايام. كان عندي 27 سنه اوكي. فطبعا اتقال لي على طول ايه، انت فاكره نفسك ولد ولا ايه؟ ليه بابايا قال كده؟ بتهيالي عشان شاف ولد هو اللي عملها اول حاجه، وقد ايه ظروفها صعبه، ظروف انك تطلعي. لا انا بس يعني انا بابايا مش ماونتينير، فهيعرف ازاي ان دي حاجه بس للولاد. هو stereotyping، صح، unconscious bias، ان انت واخده انه واحد متسلق جبال مش متسلقه جبال، فاهمه؟ قعدت اقنع بابايا 5 سنين انه لان انا بقى بديت اعمل ريسيرش، فاهمه ازاي افهم الموضوع. لقيت ان الموضوع دوبل جدا، انت بتروحي بتحجزي شركه، بتتمرني، بتطلعي انجاز. يعني لو انت بتحبي ادفنتشر ترافل دي it's a thing, it's an industry. لا بس هو مش موضوع بسيط يعني انا مش بسيط، مش هعمر اكستريم. لا على فكره مش هعمر ايه رايك بقى، انا I will dare you ان انا ممكن اطلعك جبل in 6 months تطلعي معايا. I swear if you have. مش عارفه ازاي. يعني انا بحب الرياضه جدا، بس انا عايزاكي تحكي لنا شويه برضو على نوع التدريب عشان الناس تفهم قد ايه ده انجاز. ويبقوا عارفين على فكره هو في العالم كله حوالي 6000 بني ادم اللي طلعوا ايفرست، صح، وفي مصر 3 بني ادمين صح. منهم انتي الست الوحيده، صح. فعشان العالم اللي فيه 7 مليار 6000 بس هم اللي بقوا طلعوا، هو انجاز كبير. فعايزاكي تحكي لي شويه عن نوع التدريب وبعدين تحكي لنا بقى شويه على الجيرني دي بتاعه طلوع ايفرست. اوكي خليني بس اشرح لك اقنعت بابايا ازاي. اوكي قعدت 5 سنين انا بدرس الموضوع، يعني من 2007 ل 2012. اوكي انا بس بفتح كده اتفرج على حاجات يوتيوب دوكيومنتريز، اوري بابا يقول لي انسي مفيش هتروحي افريقيا هتتاكلي في افريقيا، هتطلعي اول جبل كليمانجارو هتتاكلي. بابايا كان يقول لي كده. لما نقلت دبي اوكي بقى عندي 32 سنه، حسيت ان time is passing by. يعني انت خلاص مركزه في شغلك وبتنجزي، بس فين الورك لايف بالانس؟ مش هو دايما يقول لك ورك لايف بالانس؟ ماشي الورك خلاص تمام، انت عماله بتترقي ونقلتي ومش عارفه ايه، بس اللايف بقى بالانس فين؟ ان انا بس انزل كده الف حوالين عندنا كومبلكس وات ايفر. فقلت لبابا ان انا هطلع مع واحده صاحبتي هي كانت امريكيه، قال لي لا لازم اتكلم معاها. حطيتهم على ايميل تشين كده، طبعا فضايح، بابا بيسالها اسئله عارفه. قلت لها معلش يعني اللي هو استحملي خشوا الحمام فين؟ ما بالظبط. اوكي ما هو كان بيسالها الاسئله دي،
ايه اللي هيحصل لو اتخطفتوا قالوا لي عايزين رانسم ماني مش هدفع من رانسم ماني ده معلش my dad is a little bit old school ما عندناش احنا موضوع كده. قالت لي no don't worry I'll take care of it. المهم قال لي طب مين هيدفع لك كليمانجارو؟ قلت له انا هدفع بقى خلاص عندي 32 سنه. قال لي بس لو حد كلمني اتخطفتي انا مش مستعد رانسم ماني. هسيبك تتخطفي. هو بيخوفني قال يعني فاهمه ازاي هو خايف عليكي. بس لقيت بقى حصل شيفت بعد لما طلعت كليمانجارو. هقول لك اتمرنت ازاي. بس بعد لما طلعت كليمانجارو حصل لبابايا زي على فكره انا بنتي طلعت اعلى قمه في افريقيا بقى يقعد كده مع اصحابه. فخور. قلت له بس احكي لهم بقى قبل ما لما كنت خايفه اتخطف ومش هتدفع بالظبط. ايوه عارفه اللي هو الرانسم ماني. التدريب بيبقى يعني سبورت سبيسيفيك. اوكي انت ماشي اوكي لازم يبقى عندك بيسك كده ليفل من الفتنس ان انت بتجري بتروحي الجيم. يعني ما ينفعش حد عمره ما دخل جيم عايز يطلع كليمانجارو لا طبعا. هياخد وقت هينفع بس ناخد وقت شويه. اوكي فانا حجزت في شهر 1 طلعت في شهر 8. او يعني اشهر حاجه ان انت بتخلي التريد ميل على انكلاين مثلا. اوكي بتلبسي الباك باك بتاعتك اوكي او الشنطه اللي انت بتحطيها وبتحطي فيها اثقال يعني لو مثلا 10 كيلو 12 كيلو بس بتبني مش اول ما تطلعي. اشوف بقى الناس اللي بتنتقد عاملين التريد ميل كده على انكلاين ولابسين شنطه فيها 12 كيلو وماشيين. بالظبط. ايوه لا ما لما طلعت ايفرست من الكومنتس الف مبروك عملت حاجه ملهاش اي 30 لازمه. مش انا فاكره المسج اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله. طب قول مبروك قول اي حاجه ما تقولش حاجه اسكت. او واحد مش عارفه واحد قال انتوا عارفين انتوا عارفين دي دفعت كام؟ ده كانت راحت اشترت لها مانشن في الساحل. طب انا مش عايزه اشتري مانشن وهو على فكره اكيد مش هيجيب مانشن ده كفايه انك حطيتي علم مصر. بالظبط الحمد لله. بس فهو دي التمرينات طبعا هتعملي شويه حاجات بس تبني كده ماسلز شويه. بس هو في الاخر موضوع قوه اراده طبعا. اوكي ان انت موضوع كله في المخ 100%. اوكي ان انت تفضلي كامبينج دي انا كنت الموضوع ده اللي هو ايه القرف ده لا نو واي ان انت فاهمه. بس خلاص لو انت ده اللي لازم تعمليه عشان توصلي لاعلى قمه في افريقيا هتعمليه. فاهمه ازاي؟ قوه ذهنيه وقوه بدنيه واعتقد قوه ذهنيه اكتر بكتير من القوه البدنيه. انا دايما بقول 70% منتل 30% فيزيكال. انا بحس كده بصراحه. انا متاكده من كده لان انا بقولك انا مخي مش جايب اصلا ان انا اقدر اعمل حاجه. بس لو حطيتي مخك هتعرفي غالبا لما بنحط اي حاجه في مخنا ونفضل وراها بنقدر. بس برضو ما هي دي بقى تيجي فيها حته الباشن. عندك حب قد ايه للموضوع ده؟ يعني انا بالنسبه لي موضوع صعب جدا ومفيش الباشن للحته زي ما انت عندك من يوم ما اتولدتي في باشن رهيب للرياضه. يعني ما اعرفش انا كنت دايما كده احس موضوع اللي هو الفكره ان انت تتسلقي جبل. هقول لك على حاجه كمان. انت لما تيجي تقولي ايه الموضوع صعب جدا ده ولا تسلق الجبال هو دي بتبقى ميتافور ان انت بتضربي مثل ده الموضوع كان صعب جدا ولا تسلق الجبال. فانا بحس لما انا بطلع اتسلق الجبل ببقى انا انفنسبل. انا ما فيش اي حاجه توقفني. انا بحس كده. فانا بدي لنفسي يعني بعمل حاجه صعبه يعني فيزيكال عشان لما يجي لي حاجه صعبه ما فيش حاجه تقدر توقفني. اول حاجه كانت ايه اكتر صعوبات وانت بتطلعي ايفرست؟ اوكي بس عشان نخلص موضوع كليمانجارو فانا بابايا حصل له مايند سيت شيفت ان هو بقى الموضوع خلاص ما بقاش انه لان عرف ان انا ريسبونسبل يعني مش باخد مخاطرات وبحجز مع شركه كويسه وباخد بالي من نفسي وعندك القوه دي انك تقدري. بالظبط. اوكي فبعد 10 سنين كان في 2019 الاول كان في مجموعه بنات عربيات كانوا كلهم طالعين وانا ما قدرتش اطلع لان ما كانش معايا المبلغ. اوكي ايفرست في الايفرست. اوكي وانا اللي كنت عايزه انا اللي ادفعه. الموضوع ده جاب لي اكتئاب. انا اول مره هطلع اتكلم في الموضوع ده باي ذا واي. يعني ما حدش يعرف على قد ما انا كنت فرحانه لهم بس انا كنت مقهوره ان انا ما كنتش بارت اوف ذا تيم. يعني انا في 2019 لما عرفت ان هو اول مجموعه بنات عربيات هيطلعوا مع بعض كان في 3 من لبنان وواحده من السعوديه وواحده من الاردن وكنت انا هبقى مصير اللي هو كان الموضوع ده ما بيخلينيش اعرف انام. فاهمه زي لو ازاي I missed out on this. فقلت خلاص قدر الله ما شاء فعل هعملها في 2020 هحاول هشوف سبونسر. وهم طلعوا وصلوا كلهم وصلوا. اوكي وطبعا كان انجاز. حصل كورونا. اوكي صرفت النظر عن الموضوع ده 2021. بعدين في 21 بديت اشوف ان في بنات بدأت تطلع تاني. اوكي فانا اول عربيه تطلع جبل ايفرست وال7 قمم اللي هو 7 اعلى قمه على كل قاره. صاحبتي هي فلسطينيه اسمها سوزان الهوبي فهي عايشه في الامارات. اوكي فانا كانت عزماني في رمضان وكنا عمالين نتكلم فبقول لها انا بجد
نفسي موضوع ايفرست ده. قالت لي اصل بصي يعني هم من الاخر يعني بتقولي ما تقرفناش، كل انترفيو بتطلعي بتقولي عايزه تكوني اول مصريه. لو انت ما عملتيش الموضوع ده بسرعه هيبقى في حد تاني مصري هيطلع. صح. انت عايزه ولا مش عايزه؟ هي حطتني قدام الامر الواقع كده، كنا قاعدين قاعده كده، قالت لي انت عايزه ولا مش عايزه؟ قلت لها ما انا عايزه بس انا خايفه صراحه. يعني مش بس الموضوع ان هو خوف من الانفستمنت الكبير اللي انت هتحطيه، لكن برضو فكره ان انت تقعدي بره شهرين، فاهمه ازاي؟ شهرين مع ناس ما تعرفيهمش في يعني conditions completely hostile، صعبة جدا. ناس بتموت، فاهمة؟ لو اتفرجتي على فيلم ايفرست، انا اتفرجت عليه 6 مرات. هو طبعا الموضوع مش وحش قوي بالطريقة دي، بس انه في ناس لسه بتموت. فاهمة؟ وبرد جدا، مش برد قوي برد قوي بالظبط. وانا واحدة عايشة في الصحراء طول عمري، انت فاهمة؟ فقررنا ان احنا هنحط خطة، وهي هتساعدني ان احنا هنحط خطة على اساس ان اطلع في 2022. فهو الموضوع جاء كده، اوكي. بابايا قرر هو اللي هيديني المبلغ بتاع ايفرست يعني. فهو دي على فكرة دي قصة نجاح، مش بس ان انا طلعت ايفرست. من ما فيش بنات بتتسلق جبال، لأنه هو اللي invested in me و he sponsored me إن أنا أطلع إيفرست. ما أنا نفسي أشوف كتير من باباكي. الحمد لله بجد. يعني هو بابايا بجد this is a success story احنا مش بنتكلم عليها كتير، لكن دي تكاد تكون أكبر success story إن أنا عملت له shift للمنتاليتي بتاعته. اوكي ان هو لا. وبعدين مامتي طبعا كان الموضوع بالنسبه لها انتوا اتجنيتوا انتوا الاثنين، مش بس عشان المبلغ، بس عشان انت في ورقه كده اسمها repatriation form قبل ما بتطلعي لازم بتمضي عليها في in the event of death، يعني في حاله الوفاه. لان دي حاجه متوقعه. اوكي عايزين يتعمل ايه في الجثه. فامي سمعاني واحنا بنتكلم بعض في الموضوع، انتوا اتجنيتوا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فهو بابايا بيقول لي طب اديني الاوبشنز. فانا قلت له اوكي اوبشن 1 ان هم بيعملوا كريميشن، بيحرقوا الجثه، واحنا طبعا ما عندناش كده. الاوبشن الثاني ان انت بتتواصلي مع السفاره هناك، اوكي، وهم بيبعتوا الجثه على البلد. قال لي لا خلينا نكلم السفاره وهم يبعتوا الجثه. هي فاهم وهي سامعه القصه. احنا انتوا اتجننتوا، انا مش مصدقه اللي انتوا بتعملوه، انتوا اكيد اتجننتوا انتوا الاثنين، مش عارفه ايه. فهو قال لها اول بقى مره اشوف بابايا عارفه اللي هو ويزدم، قال لها هي لو نصيبها تموت على الافرست هتموت على الافرست، سواء انا بعتها او ما بعتهاش. بالظبط، فاهمه؟ فدي كانت من اصعب حاجه ان انا حطيت اهلي فيها بصراحه. موضوع الريباتريشن فورم ده بصراحه كان، حتى انا قلت لها طب انا لازم اوقع له. قالت لي هو ما ينفعش الاكسبيديشن تمشي without it you know. اتمرنت على ايفرست ان انا لما قررت في مايو 21 ان انا هطلع في مايو 22 اخدت سنه، اوكي، بس مايند سيت ان انا رايحه ايفرست خلاص. فانت بديتي تتعملي كل حاجه. اشتغلت على نفسي، بقيت اعمل سترينث تريننج بالهبل، اوكي. طلعت كليمانجارو لتاني مره، اوكي، عشان بس اعود نفسي كده على تسلق 6000 متر. هو ايفرست 8848 متر فوق سطح البحر. فانت لازم يكون جسمك متعود على الطلوع العالي اللي هو هاي altitude، اللي هو الجبال المرتفعات العالية. أوكي، عملت the craziest thing ever. أنا بحب الجري، عشان أعود جسمي إن أنا أعرق وأجري وكده I signed up لماراثون اسمه Polar Circle Marathon في جرينلاند. جرينلاند دي احنا أصلا ما كناش نعرف هي فين. أنا أصلا I registered مش عارفة هي فين البلد. اكتشفت إن هي ليها علاقة بدنمارك، وعشان تروحي جرينلاند لازم توصلي دنمارك، وبعدين بتاخدي طيارة من دنمارك لجرينلاند. جرينلاند دي فوق في تقريبا النورث بول، وبتجري في درجة حرارة ناقص 20 لمدة 42 كيلو. وكنت أنا يعني أول عربية أخلص الريس ده، أوكي. وبرضو رفعت علم مصر هناك، بس طبعا ما حدش بيحس لأن ما حدش فاهم أنا بعمل إيه. 42 كيلو في درجة حرارة -20. أخدني 6 ساعات وتقريبا 17 دقيقة حاجة كده. أنا كنت عايشة في بوسطن عشان كنت في الجامعة هناك، فكان بيجي لنا درجات حرارة -20. كنت آخري بلبس مثلا 10 بطاطين أيوة. وأقعد في البيت. أيوة. يعني عشان أحاول ما أتعرضش لده. فمش متخيلة نفسي بلبس وانزل وأنا بشوف إن أنا يعني ست قوية وعندها إرادة، فما ومش متخيلة نفسي بلبس وانزل عشان أجري 42 كيلو في الطقس ده. لا بس هو ده، عارفة لما أنا يعني عملت Polar Circle Marathon ولقيت نفسي survived، وبرضو I met the cut off time. يعني ال cut off time، فاهمة اللي هو كان ال cut off time كان 7 ساعات. فأنا كنت قاعدة أقول لهم طب ما ينفعش can't we push it مثلا هو 7 ساعات ونص. كنت خايفة، أنا مش عارفة أعمل إيه، لأن أنت بتجري أول 5 كيلو في سنو، فاهمة إن أنت بتجري في تلج. أيوة كده. أيوة، لا كارثة. بس فده بدأ يديني شوية كده ثقة.
بعدين انا الاكسبيديشن بتاعتي او الرحله بتاعتي كانت هتبتدي في 5 ابريل. قلت هوصل نيبال هي فيها الهيمالايز يعني كلها او الجبال اللي هي الهيمالايز. اوكي قلت طبعا تحت سوبرفيجن بتاع سوزان الهوبي. قالت لي هنعمل 2 باك تو باك 6000 متر بيكس، يعني هتروحي تتسلقي زي بوت كامب. اوكي هتتسلقي جبل 6000 متر وبعدين هتنزلي تتسلقي لي واحد نزل. قلت لها هو انا كنت بتسلق جبل في السنه هتخلوني اتسلق 3 جبال في شهرين ازاي يا جماعه؟ قالت لي اتس ايفرست. اوكي فعملت فعلا الموضوع ده. بس برضو الحاجه اللي احنا كنا بنضحك عليها جامد اوكي ان انت ازاي هتمرني جسمك على التلج وانت عايشه في دبي. كنت بروح سكي دبي، عارفه زي سكي ايجيبت. البس الشنطه وافضل طالعه نازله. حتى الامريكان كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا وانا في ايفرست، وهتكلم في الموضوع ده. انا اتمرنت جوه مول، يعني هم الناس كانوا معظمهم من كولورادو. لما انت تقولي لحد ان هو من كولورادو كل الاكتيفيتيز بتاعتهم اوت دور ماونتينيرنج. الباك يارد بتاعتهم ايس فول مثلا، بيطلع يتسلق بيعمل ايس كلايمنج وينزل. فاهمه ازاي؟ احنا نروح سكي ايجيبت او سكي دبي نتمرن بالظبط. بس تشتغلي باللي معاكي بالامكانيات اللي معاكي. انت بصي ربنا حطك في حته. جبت بقى اللي هو التريننج ماسك ده بتقللي نسبه الاكسجين وانت بتتمرني. بروح مثلا البس لبس خفيف عشان امرن جسمي. بنزل في التلج بعمل ايس باث مثلا ان انا اخلي جسمي يتعود على درجه الحراره. قعدت استحمى بميه ساقعه من ديسمبر لغايه مارش، ما ولعتش سخان خالص عندي. ان انت بتمرني نفسك ان انت تستحملي السقعه. في حاجه عندنا اسمها كرايو، اللي هي كرايو اللي هي بتبقى ممكن تنزلي درجه حراره ماينس 120 ولازم تستحمليها 3 دقائق. فدي كلها بتعمل لي تريننج. فانا I was going on يعني فاهمه ازاي. بس بعدين بتوصلي بقى ايفرست وهتبتدي الرحله شهرين. انا كنت العربيه الوحيده اللي في المجموعه. ده كان الموضوع ده كان صعب جدا بالنسبه لي. كان في واحد اوكي من يعني اصعب حاجه انا بالنسبه لي كنت بواجهها ان انا العربيه الوحيده. حتى كنت دايما اقعد افكر لو انا كنت مع البنات اللي هم طلعوا في 2019 كان قد ايه الموضوع كان هيبقى لذيذ وبنقعد نضحك وكده. فاهمه ازاي؟ وبعدين احنا كنا في رمضان، فاخدت تصريح من شيخ ان انا ماليش صيام. طبعا كميه التنمر عليا، انت طالعه تتسلقي جبل وسايبه رمضان. اللي هو انا على فكره يعني هو ربنا قالها في ايتين ورا بعض في سوره البقره ان انت لو على سفر ما تصوميش. فاهمه؟ فانا على سفر وكنت اقعد اعيط، اللي هو الناس مش مثلا بدل ما تديني باور. فانا قررت ان انا هقفل الكومنتس تماما. ايام لما كنت على ايفرست مثلا، لما انا اعلنت ان انا بتسلق ايفرست كان في تلفزيونات كتير عايزين، قلت لهم انا مش هكلم ميديا خالص عشان انا مش عارفه اذا كنت هعملها ولا لا اصلا. فاهمه؟ فما كنتش عايزه بريشر، ما كنتش عايزه ضغط. موضوع التنمر ده كان بجد مضايقني. وبعدين طلعت قلت يا جماعه انا واخده تصريح من شيخ اوكي، والشيخ ده كان معايا في كل خطوه، كل يوم كان بيبعت لي. فاهمه ازاي؟ عشان بس يطمني ان انت مش ما ينفعش الجلد مش هيخليكي توصلي. وبعدين بيقول لي انت عارفه انت هتعملي ايه للامه الاسلاميه ان انت تطلعي. وبعدين كنت عايزه كمان ارفع علم سيرفايفل الحجاب. محجبه ومصريه وبتطلع جبل ما فيش ناس في العالم كله عارفه تطلعوا، يعني بالزبط. انجاز ما حصلش. فاهمه؟ فده كان الموضوع ده تعبني. فقلت ان انا خلاص هبطل ارد. وانا بقى كنت هبله، كنت اي حد يبعت لي اقعد ارد عليه ولا والايه دي بتقول. انا قلت طب انا بعمل كده ليه؟ انا ما بردش على حاجه خالص. انا خلاص فاهمه. فدي بقول لك دي كانت من الحاجات اللي بجد كانت مضايقاني. تاني حاجه موضوع الاجانب ده، ان انا كنت محشوره في وسطهم. بعدين يعني بصراحه انا اول مره احس ان هم عندهم الريسيزم ده. انا عمري ما كنت بحسه قوي لغايه ما انا رحت ايفرست، من ناحيه ان بيبصوا لنا بصه. واحد كان يقول لي ايه والله العظيم، يقول لي do you climb so you climb. فلو لا انا لا، ده قدام بقى الترابيزه كلها احنا كنا 17 واحد. تتسلقي انت متسلقه اصلا؟ فانا قلت له لا معلش انا مش فاهمه السؤال. يعني هل انت مثلا قصدك انا جايه هنا ليه؟ انت قصدك كم مثلا جبل تسلقته قبل ده ولا انا عارفه؟ يقول لي يعني عارفه. هو condescending، يعني هو بيبصلك بصه ان هو احسن منك، ان هو مش مصدق ان انت محطوطه في المكان ده، ان انت عايزه تكوني زيه. لا ازاي واحده براون محجبه مسلمه عربيه عايزه تبقى زيه ازاي؟ فاهمه؟ فدي كانت من اكتر الحاجات اللي انا بحس ان هو ايه ده. وبعدين انا كنت بصراحه ابطأ واحده. انا مش خجلانه ان انا اقول الموضوع ده، انا كنت ابطأ واحده فيهم. والموضوع كان ملحوظ، يعني ان مثلا الحاجه اللي تاخدهم مثلا المشيه. هقول لك المشيه دي ايه، مثلا من كامب 1 لكامب 2
دي أطول ماشية في حياتك تحت شمس حارقة، مع إن كل حاجة سنو. أنا دي مش قادرة أفهمها إزاي أنتي تكوني هتموتي من الحر أوكي وطالعة وحواليكي كده تلج. سطل وكلك تلج. وأول ما بوصل بروح طبعا altitude sickness بيجي، عارفة اللي هو بروح عارفة عندي ترجيع. نوزيا ترجيع اوكي. هما مثلا يخلصوا في 5 ساعات، انا اخلص في 8، ببقى داخله مكسوفه الكامب. فاهمه ازاي؟ اللي هو بقى اللي هما يمكن يكونوا صح، maybe انا I'm not made for this. يمكن انا مش كويسه كفايه، بالظبط. تبتدي سيلف داوت. اوكي، او مثلا يقابلوني وهم نازلين وانا لسه طالعه good luck keep pushing، اللي هو اقول لهم thank you. عارفه اللي هو لا يعني حاوليها. وسبحان الله نفس الناس، مش كلهم طبعا، نفس الناس هم كانوا بيعملوا كده اللي جاله ستريس ألسر واضطر ينزل. دي حاجات بقى، دي مش في ايدك، دي مش موضوع، ده مش فيزيكال ولا ملوش علاقه بالتريننج، ده الريسبونس بتاع جسمك جسم للطقس ده والظروف دي والمرتفعات الالتيتيود. فانا بدات اكتشف حاجه، انا ماشي اوكي، انا ابطأ واحده لكن انا اقوى واحده فيهم. يعني انا مش بيجيلي كل واحد بقى يكح او وبعدين كان في حاجه تانية عايزه برضه اقولها لك. هم الامريكان انا برضه اكتشفت ان هم بينفستوا في الحاجات دي جامد جدا. اوكي انا كنت رايحه مع شركه كويسه بصراحه، recommended by سوزان خلاص. بس هو ايه، عارفه مثلا في الحج في مثلا حج ادفانس وفي حج عارفه. فانا كنت واخده حاجه بيسك. فاول ما دخلت الكامب عندنا في البيس كامب لقيت كده خيم صفرة كده صغيره وبعدين دومز كبيره كده اكبر. فانا قلت يا رب يجي حظي في دوم كبيره. قال يعني بقى مثلا هو الموضوع راندم. فانا لقيت الاكسبيديشن ليدر بيقول لي this is your tent، مش عارفه ايه، ورحت حط عليه علم مصر. بعدين قلت له طب انا عندي سؤال، هو مين اللي بياخد الدومز ومين اللي بياخد؟ قال لي هو في بس الفرق يعني $13,000 فرق ما بين الخيمه دي. فانا كلمت بابايا قلت له هو احنا ينفع ندفع فرق عشان اعمل ابجريد للتنت؟ قال لي هو التنت التانية لا استني، هو سالني قال لي التنت دي ايه يعني، التنت دي فيها ايه؟ قلت له فيها هيتر اوكي وفيها سرير، وانا التانية فيها بس مرتبه وهتتغطي يعني ناس كتير كانوا واخدين الخيم صغيره اوكي. بس الامريكان بقى هم على طول هم اللي بيعملوا نفسهم ابجريد. فقال لي طب سؤال، هو بابايا مش ماونتن كلايمر ولا حاجه ولا حتى يعني اما اخدته فيلم ايفرست كان هيسيب السينما ويطلع من كتر ما كان. قال لي انت اتجنيتي. قال لي نفس الدومز دي هتبقى فوق في الهاير كامبس؟ قلت له لا، الهاير كامبس اللي هو كامب 1 2 3 بيسك بقى. قال لي لا يبقى انت اقعدي اتمرني لي على بالظبط، ما انت طالعه فيه كده كده بالظبط. فالناس دي اللي هم كانوا بيدلعوا نفسهم في الكامب كانوا بيتعبوا فوق لان فاهمه قصدي؟ فهي دي كانت من أصعب الحاجات اللي أنا بصراحة واجهتها يعني. فاهمة إزاي؟ فهو بس to go back to Everest، أنت بتوصلي بيس كامب، أصعب حتة تسلق هو ده بقى التكنيكال، من بيس كامب لكامب 1 بيسموها حتة الآيس فول، اللي هو كتلة ثلجية ما ينفعش تتسلقيها غير في نص الليل. ليه؟ عشان الكلايمت تشينج أول لما الشمس بتطلع هتبتدي الثلج يسيح، ممكن يحصل لك افالانش، هتموتي on the spot. فانا عشان كنت بطيئه، هما يطلعوا مثلا يبتدوا الساعه 3، انا يخلوني ابتدي الساعه 12 بالليل. كان اكتر حاجه مرعبه في الحياه. تطلعي لوحدك معايا الجايد فاهمه، بس ان انت بقى شغاله النور والناس كلها وما ينفعش تشغلي مثلا موسيقى او حاجه عشان لازم تسمعيه بيقولك ايه. وبعدين انت بتمشي على عارفه اللي هو اللادرز دي، في سلم كده حديد بتعدي من حته يعني من حته لحته. لازم كنترولينج بقى الايموشنال انتليجنس بتاعك، لازم تكوني 100% فوكست. الحته دي انا كان الموضوع ده اللي هو كان اكتئاب والله العظيم، كنت ببقى بعيط وانا بتسلق جوه. الموضوع صعب جدا. بس بعدين افتكر اوكي you did not come this far to only come this far. يعني انا مش هوصل، مش بعد ما عملت كل ده هجيف اب وامشي وارجع. يعني انا ربنا حاطط واحده من الصحراء مصريه بتعمل الموضوع ده، هروح اقول لهم لا يا جماعه والله انا خفت شويه. مش بس تعبت، خفت. انا كنت خايفه يا جماعه. انا ايفرست ده انا قعدت شهرين ستريس ليفل عندي ورعب. الموضوع بالنسبه لي كان رعب. لحظه الوصول، بصي لحظه الوصول اولا انا كان احلى يوم احلى ليله في حياتي الليله اللي احنا كنا بنتسلق. يعني دايما بتتسلقي بالليل عشان تلحقي توصلي على الفجر او بعد الفجر بشويه وتلحقي تنزلي في النور، وتبقي مثلا ماكسيمم اخر حاجه ممكن تنزلي فيها 3-4 العصر اوكي. هو خلوني ابتدي بدري الساعه 6:30 بالليل، كان فول مون، كان عارفه اللي هو احلى ليله في حياتي. كنت mentally very strong. كان في بس عايزه افكرك بحاجه، مش عارفه لو شفتيه لان مصر تقريبا كلها شافوني فيه.
كان في فيديو انا نزلته قبل السامت بوش باسبوع. كنت انا منهاره، انا ما بنزلش دراما اونلاين، بس انا كان اول مره في حياتي انا كنت بعمل فيديو دايري لنفسي عشان بس افكر نفسي ايه اللي بيحصل. بس ما كنتش هنزله، ما كنتش ناويه انزله، فقلت لا انا هنزله عشان لما افشل الناس يبقوا عارفين يقولوا لا حرام دي البنت كانت منهكه، يعني البنت كانت بجد بجد الموضوع كان صعب جدا. بس amount of support اللي I received بس on my page، في بقى كذا اكاونت اخدوه بعد لما طلعت افريج، كنت بتفرج على الكومنتس، الحمد لله انا ما شفتش الكومنتس، بس السبورت والدعم اللي انا اخدته على صفحتي بعد لما نزلت العياط ده. اطفال صغيرين من اسكندريه، احنا نفسنا مس منال we are so proud of you whether you decide to continue or not we really want you to stand on top of the world. قلت لا ده ايه ده it's pressure طبعا. بنات. لا but it's also precious، يعني هي حاجة حلوة قوي الحب والدعم، وانه يبقوا هم فخورين بيكي جدا، وان هو طلعتي او ما طلعتيش، خلصتي او ما خلصتيش، احنا فخورين باللي انت عملتيه، بانجازك ده لحد دلوقتي. والبنات من سرفايفر حجاب يقولوا لي انت واخده مليون بنت معاكي، انت مش لوحدك، ما تحسيش ان انت لوحدك، لان انا a big part of it انا كنت خايفه خايفه اموت، خايفه اقع، خايفه افشل، خايفه من السقعه، خايفه ايديا صوابعي تروح، فاهمه، من كتر السقعه. لان انا كان عندي حاجه اول لما اطلع ايديا تفرز، فهو اضطروا ان هم يطلبوا لي هاند وورمرز زياده، بيبقى في حاجه بتلبسيها جوه، بس الحمد لله الجايد بتاعي الله يمسيه بالخير هو هي سيفد ماي لايف، فاهمه. فالمسجز دي ادتني دعم فظيع، فانا كنت خلاص طالعه، حتى الجايد بتاعي قال لي انت في حاجه اختلفت، قال لي انت السرعه اللي انا كنت باخد 8 ساعات ان انا اعملها بدا أسرع. الوقت بقى قال لي انت اخر مره احنا واخدين 8 انت اخدتي 5 hours. قلت له I don't know how this happened I don't know. قال لي it's mental، قال لي خليكي بقى كده، هما 6 ايام وهنوصل خلاص that's it. فاليوم ده انا كنت in a very positive headspace لغايه ما وصلت 8600 متر. اوكي انت خلاص انت دخلتي بقى منطقه الموت او الديث زون، ولازم تتحطي على اكسجين كلنا. اوكي بانكت فعلى 8600 متر ما اعرفش ايه اللي حصل. كانت الساعه احنا بدينا الساعه 6:30 بالليل، الساعه 11 خلاص بقى القمر اللي انت كنت قاعده عماله بتتفرجي عليه، وكان فيه توايلايت كده، عارفه اللي هو فيلفت بلو كده، كان اللون فظيع. بدا بقى الدنيا تضلم والهواء بدا يشد والسكوت والناس كلها طالعه انا was like oh my god. وبعدين احنا عشان بادين بدري، فانا I was leading كل الناس اللي كانت طالعه يوم 16 مايو ده، انت سابقه انا سابقه. فبعدين ابص اقول ايه ده، المنظر كان عارفه يعني بجد very scary. بعدين بدأت ايه، قلت طب بس انا هتنفس كده، اعمل كده احس انا مخنوقه. فبعدين قلت لأنوب هو ماي جايد، قلت له أنوب I can't breathe مش عارفه اتنفس. فبعدين بيبص على قال لي you have a full tank، قال لي التانك مليان. قلت له طب معلش هو في كده فالف بيزود لك قلت له طب معلش زود الاكسجين I want to feel the flow again it's anxiety كله ما هو panic attack. هي دي بقى بجد اللي بيسموها panic attack، اللي هو false perception of fear، انت خايفه مش من حاجه وهي مش هتحصل، مش موجودة ولا موجوده. فبعدين بديت قلت له لا stop I need to breathe. فهو راح واقف، انا كنت قايله له واحنا على القاعده قلت له لو panicked خليك كده calm وكده، بص لي في عينيا قول لي everything's gonna be okay، طبطب عليا يعني من الاخر. he did the exact opposite. اوكي راح مسكني قعد قال لي if you act like this I will turn you around، قال لي يعني اللي انت عملتي كده هلففك وهنرجع. فانا لما لقيته بيديني الاوبشن ده قلت له طب اوكي ممكن نرجع ونحاول تاني بكره، قال لي هننزل all the way down، خلاص قال لي this is you get one chance بالظبط. فانا بقى ايه الجنون بقى شاور رحت زقاه. طبعا الناس بداوا يوفرتيك يو، انت ناس بداوا عمالين يعدوكي وانت واقفه عامله لهم انت موقفه عامله بلوك، عامله ترافيك جام، انت فاهمه. فقلت له لا I need to think. اوكي انا قعدت قلت طب انا هنزل اقول الناس ايه، وصلت 8600 متر وبعدين لفيت ورجعت كان فاضل لي 200 متر. قلت له طب انا هكمل بس ماي بيس ياخدني بقى 10 ساعات 12 ساعه. قال لي you just have to keep moving، قال لي انت رجليكي بدات تترعش. انا بديت ان انت لما بتفضلي واقفه مش بتحركي على الارتفاع ده. بصي من الساعه 11:30 لغايه الساعه 6 انا ما اعرفش ايه اللي كان بيحصل، انا اتحطيت على اوتو بايلوت.
كملتي. قلت حتى لو ربنا جايبني عشان اموت خلاص، ما هو this is it I will die فاهمه. رحت بقى ايه مولعه قران وشغلت قران، القران كله سوره البقره بقى، بصي على ارتفاع 8600 في آخر إيفرست. في اخر ايفرست. اوكي بعدين لغايه طبعا ما التليفون مات، هو بيموت at some point، الشمس بدات تطلع، انت خلاص one foot in front of the other بالظبط، انت بتحطي اوتو بايلوت. اوكي كان حد قايل لي خلي بالك ان قبل القمه على طول هتشوفي جثث. انا قلت لهم اتفرجت عليها في التلفزيون، انا ما توقعتش المنظر. وفعلا شفتي جثث. انت الجثه نفس البعد عنك، وبعدين انت لازم بتعدي من عليها برجلك، يعني انت ما ينفعش. ما انا بقول لك هي دي، لا ده امتى؟ قبل لحظات من الوقوف على القمه. فانا لقيت الجثه اللي انا جسمي بيقشعر بس ما انا بفتكر. انا لما شفت الراجل هو كان، انا افتكرت البنت كانت قالت لي ايه، قالت لي البنت الامريكيه وانا بسالها لان هي كانت سبقتني، قالت لي I just want to give you a heads up but there's gonna be like a dead body underneath your feet just like حاجات بسيطة كده. pretend like you didn't see it، انه يعني اعملي نفسك كأنك ما شفتيها بس انا اللي هو لا حول ولا قوة الا بالله، ايه اللي احنا بنعمله ده؟ هو ايه الرياضة دي؟ ان انا اكون على اكسجين ومنطقة الموت وناس فعلا ميتة. حسيت ان انا يعني في نارسيسيزم على ايجو مش طبيعي، انه ايه الرياضة دي؟ ليه عايزة اعمل كده في نفسي؟ عشان اثبت ايه لمين؟ يعني هل الجسم احنا اللي ربنا مديهولنا ملهوش تمن لدرجه ان انا اوصل نفسي للموضوع ده؟ اجازف المجازفه دي، اخد الريسك ده. فبعدين انوب قال لي you have to move، لان انا برضو انا مش بانكت بس انا I was shocked صراحه. هو شوك، انا فاهمه اللي هو طب اقرا له الفتحه ده ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهمه اللي هو مرمي تحت، وبعدين ده هو مش بيتحرك. خلي بالك من الريباتريشن فورم، انت اللي بتمضي عايزه جسمك يفضل، وبعدين هو ميت بعد لما نزل. هو كان 52 سنه، احنا I looked up القصه، يعني مات من 2019. فالجسم بيفرز فوق، بيتلج، انت جسمك مش بيتحلل فوق لان انت كانك حاطاه في ديب فريزر بالشنطه بالبوت بتاعه، نفس ماركه البوت بتاعي. أنا قلت طب ده مين كان عايز ينزل يحكي للناس إيه وإيه قصته؟ وبعدين بتروحي ماسكة الحبل وتروحي كملة مغمضة عيني إن هو مش عايز أخبط فيه بقى، ما أنا أنت ممكن تخبطي في حتة. بعدين عديته، ببص قدامي لقيت واحد تاني متعلق من النص، فاهمة اللي هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ بعدين بتوصلي، بصي وصلت بصراحة أكتر لحظة رعب في حياتي. أنا بقى كنت فاكرة أن أنا هبص هشوف بقى مصر ومثلا بحرين والكويت وأمريكا، عارفة تشوفي بلاد، أنت مش بتشوفي حاجة غير سحاب وزي كده tips of mountains. هو طبعا the feeling is like بتحسي بجد أن أنا unbreakable، يعني أنت محدش يقدر يكسرك. كل الكلام الوحش الناس قالوه لك في حياتك كلها collectively هي 6 دقايق دول أنا وقفتهم على قمة العالم. اوكي حسيت ان انا اقوى واحده في العالم. كان في واحده من العمان قالت لي ما تنسيش تقلعي الماسك وتشيلي عشان الصور. قال طبعا انت لو كنت دفعتي لي ثمن الرحله تاني عشان احرك او بس تلوز الاكسجين I couldn't. كان في ناس كتير قوي فوق، فانا قلت له طلع الجو برو، عايزه بس اخد فيديو لان مش هقدر اخد صور بس لان ما حدش هيعرف انا مين. فانا قلت ان انا هطلع اتكلم عشان الناس تسمع صوتي، وما كنتش عامله سكريبت ولا اي حاجه. what I posted was what I actually said. I actually كمان posted it بدون ما أقطعه خالص. He took the video. قلت له I just need a few seconds before I go down. قال لي إحنا مش هنقعد. قلت له I really need to go down. اللحظة دي بقى بصي أنا بس كده حسيت إنه زي ما قلت لك أقوى واحدة في العالم، مفيش حد يقدر يكسرك مهما يقولوا. أوكي أنت اللي بتحددي لو الناس تقدر تكسرك أو لأ، مش الناس اللي هتقدر تكسرك، انت اللي بتديهم القدرة دي. وبعدين قلت له I have to go down. قال لي لا بس انا عايز اقعد شوية. قلت له انت اقعد، انا نازلة، انا هنزل، انا لسه هعدي على الاثنين ميتين دول، الجثث اللي تحت، الجثث دول عندي جثتين اعدي عليهم قبل ما انزل. انت فاهمة؟ كارثة. فانت بتوصلي بقى. انا طلعت في كام ساعة؟ طلعت في 8 ساعات تقريبا. اوكي ونزلت في 6. اوكي بتوصلي بقى اللي هو المخيم الرابع اللي احنا هنبات فيه. طبعا اخدت سيلفي كده، اللي هو ده كان احلى سيلفي في حياتي. عارفه عينيكي حمراء ووشك مش عارفه منتفخ ومش عارفه ايه. اطمنت على ايديا nothing happened. كان هو كلم الاكسبيديشن ليدر واحنا فوق، كان بلغ الاكسبيديشن ليدر، فالاكسبيديشن ليدر نزل على الانستجرام، فالخبر انتشر. انا كنت قايله له على فكره انا مش هذيع الخبر I need to heal، فاهمه؟
لما كان معايا ساتلايت فون كلمت بابايا مبروك، لقيته بيقول لي، قلت له ايه ده انت عرفت ازاي؟ قال لي الخبر is all over the news، كان انتشر تماما. قلت له I just want to tell you that ان انا اوكي وقدامنا يومين عبال ما ننزل اللي هو البيس كامب. so that was the moment. بس اهم حاجه ان انا رفعت سرفايفنج حجاب، العالم بتاع سرفايفنج حجاب احنا عندنا لوجو كده رفعته على قمه العالم لكل حد ضايق اي واحده محجبه او منعها او استفزها. هل انت المحجبه الوحيده؟ لا، في اول محجبه من المغرب، يعني اول محجبه هي من المغرب، متسلقه جبال من زمان، اكبر مني شويه بس هي اول محجبه. تاني محجبه كانت من عمان، طلعت في 2019، كانت مع التيم ده. وانا I think I'm the third. عارفه انت بتحكي كده وحاسه انه ده لازم يتعمل عليه فيلم. I would love that and I would love ان البنات الصغيرين تشوف حد شبههم بتعمل كده. مش لازم تكون عينيها خضراء وعارفه اللي هو من كولورادو زي ما هم take pride ان هم من كولورادو. طيب انا بقى من دبي واتمرنت في سكي دبي، اوكي، في المول، جوه المول، وطلعت ايفرست، فاهمه ازاي؟ من مصر بقى. ومن مصر. من مصر. ايوه، انا قصدي انه يعني الريسورسز اللي كانت عندك. ايوه بالظبط. طب عندي سؤال. الانجاز الرهيب ده، والحقيقه هو مش انجاز واحد، ايفرست انجاز رهيب، وكليمانجارو انجاز، والسيكس ماراثونز انجاز. حاسه ان الانجازات دي ممكن تكون وقفت في طريق ان انت، انا عارفه انك مش متجوزه، حاساها ممكن تكون وقفت في طريق ان انت تلاقي حد او تتجوزي؟ وهل الجواز او عدمه ده كان باي تشويس ولا اللي حصل اسمه نصيب؟ عمري ما توقعت ان انا هوصل لسن 44 من غير جواز بصراحه. يعني انا كنت مثلا لما حد يقول 40 سنه ده اللي هو يا ده ايه ده، دي عجوزه قوي، عارفه. بس انا 44 حاسه ان انا 16 you know. والموضوع هو حصل كده، كان في كذا علاقه بس ما بتمشيش، ما حصلش نصيب. فاحنا ليه ما نتكلمش عن الموضوع كنصيب، مش ان انا اللي كنت عايزه او مش عايزه، هو ده اللي حصل. This is my life. خلاص، أنا شايفة أن الإنجاز والسعادة بتيجي من أنا إيه اللي أنا قدرت أتشيف أو أوصل له بالمعطيات اللي ربنا ادهاني. فإن أنا أبقى مستنية أتجوز عشان أكون سعيدة، أو أخلف عشان أكون سعيدة، أو أستنى أن يبني هويتي الايدنتيتي بتاعتي من أن أنا أكون متجوزة أو عندي عيال، هو ده اللي احنا بنحاول نغيره شوية. لا، أنا لو إحنا هنغير أي حاجة زي ما أنت بتقولي 100%، إن إحنا نخلي الموضوع كأوبشن مش حاجة compulsory. بمعنى إنه والله لو ربنا رزق بولاد وزوج صالح إنه حاجة عظيمة. طيب لو الموضوع ده ما حصلش، هل هي كده خلاص معناه إن هي cancelled؟ أنا ساعات بحسها cancelled أو incomplete زي ما بتقولي. أنا بحس cancelled. أوكي، أنا بقولك الموضوع مش سهل، إن أنت لازم توصلي لليفل من الإيمان عالي جدا عشان تتقبلي نظرة المجتمع ليكي سواء ناجحة أو مش ناجحة. أنا ماشي أوكي، يعني أنا خلي بالك إن أنا أمي واحدة عربية 100%، مولودة عايشة طول عمرها في مصر، كان نفسها تحضر فرح بنتها، كان نفسها تشوف بنتها في بيتها مع جوزها وعيالها، أحفاد، فاهمة؟ فأنت بتيجي بتحطمي للأم العربية اللي هي قديمة أولد سكول شوية الحلم ده. يا ريت المجتمع يرحم اوكي البنات اللي ربنا ما رزقهمش. مش البنات، احنا بنتكلم على رزق. خلي بالك الرزق ده في الفلوس، في المال، في الولاد، في الشغل، صح. في الحياة، في البلد اللي انت عايشة فيها، مش بس جواز وكده، فاهمة؟ الشهرة رزق، الصحة رزق، ان انا يبقى عندي 42 سنة واطلع اعلى قمة في العالم. طب ما دي رزق. طب ما مين كان يتوقع ان واحدة عندها في الاربعينات هتتسلق على قمة في العالم؟ انت فاهمة؟ احنا يعني كده systemized او كده ان احنا wired ان احنا نقول لا دي خلاص انت cancelled فوق 30، انت cancelled اصلا. انا كست مش مفروض يتبص لي ان انا اولادي او شغلي او هو اللي بيكملني، انا بكملني. انا كشخص منفرد individual، انا كاملة لوحدي، مش محتاجة زوج يجي لي عشان ابقى كاملة، وانا مش ناقصة من غير زوج. هو ده نفسي نحاول نبتدي نعمل وعي عليه، ونبتدي نبقى kind، نبقى أطيب مع بعض، نرحم بعض الرحم. Very hard for me to talk about it. الموضوع صعب شوية، لأن أنا مثلا واحدة وأنا عندي 25 سنة بمشي بقول لهم بصوا أنا by the time مثلا كمان سنتين بقى عندي 5 عيال
اوكي انا فعلا كنت فاكره كان نفسي يبقى عندي اطفال كتير، مع ان انا لما بقعد مثلا مع حد عنده اطفال ما بطيقش صوت العياط، فسبحان الله ممكن لا يكون في عيالك بتبقى I don't know مختلف. maybe فاهمه. فمثلا نيجي بقى ايه اللي هو بقى انت دخلتي في الاربعينات، الناس already بتفكر ان انت خلاص يا حرام دي مش هتخلف، فانت هو ممكن مثلا يغلط قدامك ومثلا يعرف ان انت مثلا بتتكلمي مع حد او ان انتوا مثلا في علاقه هتشوفوا مثلا ايه، طيب بس تاكدي ان هو مش عايز عيال. اللي هو ايه ده، انت ازاي اصلا والله العظيم انا بقول لك الحاجات اللي بتتقال فعلا لي بيتقالك والله العظيم اللي هو او ماي جاد اوتش. بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عارف هخلف 46 خلف 44 خلف 45 مش هخلف خالص. بس يا ريت برضو نفتكر ان انت تاخدي من واحده ست فكره الامومه دي مش سهله عند اي بنت طبعا. سواء بقى طلعت ايفرست جريت 15 ماراثون حول العالم، في النهايه انا بنت وانا ست، واكيد الحته كان نفسي اكون ام اللي احنا بنلعب في حته الدولز دي بالعروسه وانا صغيره ربت فيا، واكيد هي كده غريزه بنتولد بيها. فيا ريت يكون في شويه بس تفكير وحساسيه، لان الموضوع ده حساس قوي. مش ما تديش لنفسك الحق ان انت تحكم على واحده ست اللي هو يا حرام. طب ما انت ضيعتي نفسك، انت الرياضه ضيعت لك حياتك. لا على فكره الرياضه ما ضيعتليش حياتي، الرياضه ادتني حياتي، اديتك حاجه تعيشي ليها وتبقي مبسوطه وتنجزي فيها وما اقعدش اعيط ان انا ما خلفتش. بالظبط. ويمكن الجيرني بتاعت كل واحده فينا مش بس ان انا يكون عندي بيت، يمكن الجيرني دي ان انا اعمل شورت كات للبنت اللي هي بتتفرج عليها دلوقتي عندها 24 سنه عشان هي تجري ورا احلامها زي ما انا جريت ورا احلامي بعد ال30. يعني انا نفسي كنت اتسلق ايفرست ده من وانا عندي 27 مش وانا عندي 42. هو طبعا الحمد لله ما فيش حاجه اختلفت، بس ليه ان انا اول مصريه تطلع ايفرست وهي عندها 42 سنه؟ ليه ما يبقاش عندها 16 سنه او عندها 20 سنه؟ انت فاهمه زي الاجانب. اعتقد انه البوتوم لاين هو زي ما قلتي كل حاجه رزق، ومش لازم انه هويتي تتبني الايدنتيتي بتاعتي تتبني من انا ام او زوجه او لا. كل واحد ربنا هيديله حاجه، والسعاده والرضا هو ان انا بالكروت اللي جات لي من ربنا عرفت انجز اكبر انجازات. وفي حالتك ده حصل الحمد لله. وان احنا to be kind to one another. وكمان يا ريت مثلا نبطل طريقه الكلام بتاعتنا، لازم ناخد وقفه كده ونقول مثلا ايه دي ما شاء الله مثلا فتحت شركه بس يا حرام ما اتجوزتش، او يا حرام ما خلفتش. هو ليه يعني ليه بس او يا حرام يعني ليه دي لازم تتدخل في الجمله؟ يعني انت خلاص فتحت شركه ربنا يبارك لها ويوسع عليها ويكبرها اكتر فاهمه ويزيدها، وننسى بقى كلام الناس. بالظبط. ونركز في روحنا وننبسط بإنجازاتنا وما نخليش حد يحسسنا ان احنا ناقصين عشان رزق ما جاليش. واعرف اني ست قوية وكنت واقفة على قمة العالم. At that moment I was the highest person in the world. أيوة بالظبط. وست قوية، يعني رجالة بشنبات ما يعرفوش يعملوا ده. منال يعني مش عارفة أقولك انبسطت إزاي. وأنا كمان thank you so much. ومش عارفة أقولك قد إيه impressed بالإنجازات، عشان أنا بقولك يعني كنت فاكرة نفسي ست قوية بس مش شايفة نفسي أطلع الحاجات دي. كمان you're a mom. يعني أنا بشوف الستات اللي هم بقى أمهات اللي هو البين اللي انتوا go through عشان تولدوا أصلا، وما شاء الله عندك 2. أنا حاسة لو ولدت ممكن أموت مثلا أصلا كنت الوجع يعني. لا أنا مبسوطة إنه القعدة دي فيها محبة، فاهمة قصدي؟ يعني ممكن نبقى إحنا الاتنين أنتي محجبة وأنا مش محجبة وأنا أم وأنتي رياضية، بس في محبة. thank you so much. Thank you. ميرسي إنك جيتي مخصوص من دبي. أيوة thank you so much. ونورتيني. I wouldn't have missed it يعني for the world. Thank you so much. ميرسي يا منال.